عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم أميرة في المطبخ. ازيكم؟ عاملين ايه أجمل متابعين؟ احنا النهاردة لسه صاحيين وكده وفطرنا الحمد لله. ده السطح عندنا اهو. انا طلعت قلت اما اطلع للفراخ وكده اكلهم. هنا اهو الفراخ. طبعا انا قلت لكم ان اول حاجه بنعملها بعد ما بنفطر وكده لازم بطلع عشان احط لهم هم ياكلوا كده. انا اصلا يعني بطلع لهم 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره العصر ومره بالليل، عشان دي روح وهنتحاسب عليها طبعا. بصراحه انا بطلع السطح في الحر، الجو الحر ده الواحد سبحان الله مش بيبقى مستحمل درجه الحراره. النهارده بقى انا قلت هعمل دي اللحمه اللي انا كنت معصجاها معاكم وقلت لكم ده كنت عامله منها كيلو وكده. قلت هعمل بيها طبقين باميه. انا هنا الباميه اهي جايباها، لسه جايباها من السوق النهارده وكده، قمعتها وشطفتها. اهي انا بوريها لكم بعد ما شطفتها. وده توم، وده انا بشرب بصل وفلفل للباميه. لازم الباميه بتحط عليها توم وبصل وفلفل وكده، وعصره لها طماطم. هنا اهو انا مش بشرب البصل مع الفلفل الاخضر. طبعا بديهم تشويحه. هنا اهو انا بشوحهم. طبعا حطاهم دي معلقه سمنه. بصراحة انا نفسي يعني اكل بامية من زمان وكده، وكل يوم اقول هعملها بكرة هعملها بكرة. فالنهاردة جه في بالي ان انا كنت معصجة لحمة وانا عندي لحمة وكده، فقلت هعملها عليها وخلاص. هنا اهو انا عندي اللحمة اللي انا معصجاها، احطها على البصلة والفلفل بعد ما دبلوا وكده. هنا اهو انا هحط اللحمة المفرومة. هو بصراحة عشان انا رحت السوق النهاردة برضك كان اليوم متعب وكده والجو حر بصراحة، فربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. هنا اهو انا بفضي معايا الطاسه كويس، بفضي كل اللي فيها طبعا زي ما احنا قلنا ما بنسيبش حاجه ورانا. الحله التانية دي انا كنت عامله حبه رز بشعريه وكده جنب الباميه. بصراحه يوم السوق ده الواحد يعني بيبقى جاي مش قادر يعمل اكل ولا قادر يعمل حاجه، بالذات ان احنا جايين من الحر بره وكده. فبيبقى كسل بصراحه وتعب ان الواحد بيطلع وينزل السلم. فالواحد بيجي مش قادر يعمل اي حاجه، بالذات في الجو الحر ده، فربنا يعيننا يا رب. هنا وانا حاطه اللحمه تاخد تشويحه مع البصل والفلفل اللي انا حطاهم. انا بسيب الحاجه تاخد راحتها لغايه ما اللحمه تتشرب وكده، تاخد طعم الفلفل والبصل. هنا اهو انا دقيت التوم، هرسته التوم هنزله على اللحمه والبصل والفلفل وكده، يدي ريحه وطعم. طبعا الباميه لازم يعني حتى لو انا مش بعملها بلحمه مفرومه لازم بشوح الاول بصلايه مع فلفل وكده، بشوحهم وبعدين بنزل عليهم التوم وعليهم كزبره وملح وفلفل وكده، واشوح فيهم اللحمه القطع اللي انا عاملاها، بنزل عليهم بالطماطم وكده، وبعدين اسيبها تاخد غلوتين وانزل عليهم بالباميه، بتبقى احلى باميه. هنا اهو بعد ما حطيت التوم وقلبته عليهم، بصراحة الريحة كانت ما شاء الله قلب البيت كله بصراحة. يعني البامية سبحان الله هي والملوخية الطشة والتوم كده بتدي ريحة، بتقلب الدنيا كلها. هنا اهو انا فضيت الطماطم، هسيبها تاخد غلوتين معايا على اللحمة. هنا هنزل بمعلقة الملح، وهحط حبة فلفل اسمر برضك، وحبة كزبرة ناشفة.
الباميه طبعا لازم بنحط على التخديعه بتاعتها وكده حبه كزبره ناشفين يدوها طعم وريحه. هنا اهي كزبره ناشفه. طبعا انا البهارات دي مش بشتريها جاهزه وكده، انا بحب اعمل كل حاجه عندي، لازم انا احمص، اجيب الكزبره وهي خشنه كده انا احمصها وكده واطحنها في المطحنه. وحتى برضك الكمون والفلفل الاسمر والكلام، الفلفل الاسمر مش بيتحمص بصراحه، وانا بنطحنه على طول. هنا نزلت بالباميه بعد ما الطماطم اتخدعت معايا، بعد ما خدت لها غلوتين اهي. هنا بقرب لكم عشان تشوفوا معايا حلو. ده الرز اهو، الرز بشعريه اللي انا عاملاه كان خلص معايا لان مولعه عليه قبل الباميه اصلا. هنا الباميه اهي وهي بتغلي. طبعا انا بقلبها كل شويه لان اصلا انا مش حاطه لها ماده سايله قد كده، لان اللحمه اصلا بتديها طعم من غير حاجه. وهنا كان الاكل خلصان معايا، الباميه اهي والرز بشعريه، وده جرجير كنت جايباه من السوق غسلاه وكده، وهو كنت منقياه. والف هنا وشفا علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.